لو رجع بيا الزمن ما كنتش عملت كده، كنت عملت احسن من كده. كنت عملت حاجات وما ضيعتش عمري كده هدر. والله العظيم انا في حاجات كنت عملتها. يا خرابي، يا خرابي على الجمال والحلاوه اللي انا بعملها. ما اقولكمش انا كنت بعمل ايه، والله العظيم ثلاثه. ما انا هقول لكم 7 صنايع والبخت ضايع، بس الحمد لله رب العالمين. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجات كنت عملتها وفي حاجات ما كنتش عملتها. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك. صلوا على سيدنا محمد. يا رب يسترك ويستر عرضك يا اللي تحط لي لايك، ويكرمك في الدنيا والاخره، ويرضيك ويرضيك يا اللي تحط لي اللايك، عشان الفيديو يترفع. اللايكات دي بترفع الفيديو، عشان انا كل لايك بتحطوه بتعملوا فيا ثواب وتعملوا فيا حسنه، عشان الفيديو يرتفع، علشان ان انا عايزه اطلع عمره منه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا اللي تحط لي اللايك وربنا يكرمك، واللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي ما خلفتش تخلف، ويرضيك ويكبر بخاطرك. يا اللي تحط لي اللايك. صلوا على سيدنا محمد. انا لو رجع بيا الزمن، بس اقول الاول انا كوبايه شاي مع لومي. انا ماما لومي او ماما احلام. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. انا لو رجع بيا الزمن كنت عملت حاجات كتير كتير كتير، حاجات حلوه كتير قوي، وكنت استغليت الحاجات اللي في ايدي دي. والله العظيم احلى استغلال. هتقولي ايه ده يا ماما لوبي؟ تجربه ايه وبتعملي خبره سنين ايه؟ لو رجع بيا الزمن هعملها، وحاجات اتجنبها. طبعا في حاجات اتجنبها وفي حاجات ما اعملهاش، وفي حاجات اعملها قوي، اعملها وانا مرتاحه، وكنت هكسب منها ذهب. والله العظيم ثلاثه. كنت هكسب منها ذهب، وكنت عملت منها، مش هقول لكم بيت. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده، بس ده غير، ده حاجات تانية غير. وفي حاجات اتعلمتها من صحابي، من زمايلي في الشغل. كنت انا واحده لسه صغيره بقى وكده ومزه وحلوه، وكانش لسه الزمن خد وعدى علينا. وكان ليا زمايلي في اللي عندي معايا في المكتب ستات كبار، وعندهم خبره، وعندهم درايه بالزمن ودرايه بكل حاجه. انا اتعلمت منهم. انا وقفت على رجليا، يعني مش وقفت على رجليا، بقيت اتعلمت ان انا اعرف ارد، وان انا ابقى جريئه، وان انا اعرف اجيب حقي، وان انا منهم هم. بس انا هقول لكم على حاجات، لان الفيديو ده جامد جدا 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 بجد. اللي مش هيشوف الفيديو ده خسر. الفيديو ده جامد عشان تتعلمي منه خبرة سنين، حاجات تعرفي تعمليها وحاجات ما تعمليهاش. لو انت بتعرفي تعملي الحاجات دي اعمليها واستغليها دلوقتي، وانت في عز شبابك، وانت في عز شبابك. اوعي تقولي ايه يا شيخة انا هعمل ده، لا انا مش قادرة. انا دلوقتي اللي بقول انا مش قادرة، انا مش قادره اعملها ولا استغلتها. يا ريتني كنت استغلت الحاجات دي من زمان، كنت بقيت حاجه تانية في وضع تاني. والله العظيم يا ربي كنت بقيت في حاجه تانية ونقله تانية. اسمعوا كلامي يا ولاد، اسمعوا كلامي. والله العظيم ثلاثة، كل كلمه بقولها من قلبي وبحسها. ويمكن انتوا بتقولوا لي، في ناس كتير بتخش تقول لي يا ماما لومي، انت بتقولي الكلام ده من قلبك. صلوا على سيدنا محمد. وانزلي حطي لي لايك يا اختي لو ما حطيتيش لايك انت وهي. كنت بعمل ايه؟ عارفين علموني ايه؟ علموني التريكو. عارفين التريكو؟ اللي عارفه التريكو تقول لي في الكومنتات. وعلموني كنت بعمل فساتين وبعمل بلوفرات، والله العظيم، وكنت بعمل كل حاجه. وعلموني كمان ايه؟ الكروشيه. عارفين الكروشيه؟ اهو ده كنت بعمل منه فساتين. كنت بقى عملت منه فستان حمل ليا، وعملت فساتين لولادي، لبنتي ولابني، سلوبتات ولكاليك وكوفيه وكل حاجه. وكنت بعمل مفارش ليها الزمن والعجب. وكمان ايه تاني؟ والإتامين. عارفين الإتامين؟ اللي بتبقى لوحه كده، وبتتعمل بالخيط كده ورده، او مثلا عريس وعروسه ومرسومين، وانا امشي عليها كده بالإتامين. مين عارف الإتامين ده؟ انا كنت بعمله. وكمان البتاع ده اللهم صل على سيدنا، وشنط الخرز. عارفين شنط الخرز والسزل؟ كنت بروح جامع البنات في شارع الازهر عندنا، وكنت بجيب الحاجات دي، الخرز ده، وكنا بنعمل منه بوك. البورتوفيه اللي هو البوك، يعني زي البورتوفيه، يعني زي ده كده اهو. مثلا بورتوفيه كده، اكياس كلها خرز، كلها خرز، او شنطه خرز. كنت بعمل الحاجات دي. انا بقى لو استغلت الحاجات دي مش كنت عملت بقى بيها مشاريع جامده؟ والله العظيم، وفي عز شبابي. وكمان المكرميه. عارفين المكرميه؟ انا كنت بعمل مكرميات.
انتوا ما تعرفوش المكرميه، بس انا عندي هنا بتاع بس متعلقه كده فيها ورد، بس مش عارفه اوريها لكم دلوقتي. مكرميه كده وبتتعلق فيها، تنزل منها ورد. وممكن كونسول كده زي مرايه، ومتعلق كده فيه ليه رف، وبتعلق منه كده شراشيب كده مكرميه جميله. وكنت بعمل شنط اللي هي السيزل الخوص، اللي هي زي البامبو، عارف اليدات البامبو دي، كنت بعملها. والسيزل دي عامله الاحبال الخوص كده، القش. بنجدلها ونعملها شنط. والله العظيم ثلاثة. كانت حاجات جميلة جدا. والخياطة، بعرف أخيط وأفصل، ده مزاجي وعشقي وأقص. ولحد دلوقتي أي حاجة بنتي ولا أي حد من ولادي، ماما خيطي لي دي، أو مثلا مراتي ابني تقول لي ماما اعملي لي دي، ماما اظبطي لي الكمام، ماما. كنت أنا بظبط وبعمل أحلى من أي ترزي. والله العظيم ثلاثة يا ولادي اللي بقوله لكم ده، وعزة جلالة الله كل كلمة بقولها صادقة وصادقة فيها. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي اللي حتى انت ما حطيتيش اللايك لحد دلوقتي. اتعلمت ده كله للاسف. لو كنت عملت بيه مشروع كنت عملت ثروه كبيره. والله العظيم ثلاثه. يعني بصوا، التريكو والكروشيه والإتامين والمكرميه والخرز والخياطه، 6 حاجات. بسم الله ما شاء الله. كان في عزي كنت بعملهم، ولحد دلوقتي انا ممكن اعملهم. بس انا بقى الغضاريف هنا بقت وجعاني، ما بقتش اقدر اشتغل بيهم قوي. ده انا لو قورت 7 محشي بتنجان بتوجعني الغضاريف دي. لو قعدت عملت حاجه كده بتوجعني الحته دي. ما بقتش زي الاول. لو كنت استغليت الحاجات دي من زمان، كنت عملت الحاجات دي. مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه. اي مشروع من ده هتستفيدي منه كام. ولو انت عندك اي خلفيه من اي حاجه اللي انا قلتها دي، استغليها وانت لسه في عز شبابك. استغليها وانت في عز شبابك، صدقيني. في حاجات ما كنتش ممكن اعملها، القعدات، السهرات، الخروجات الكتير اللي ملهاش لازمه. القعده لما كنا نقعد نحكي ونحكي ونقول ده فلان وعلان وتركان ومش عارفه ايه، ولا جبت ده، لا اجيب البلوزه دي، لا ضيعت عمري في حاجات كلام فاضي. في كلام فاضي. استغلي فرصه عمرك. اوعي عمرك يروح هدر. اوعي عمرك يمشي كده من غير ما تدري. انا من سن ال40 لسن ال50، ال10 سنين دول ضاعوا مني. مش عارفه ازاي. ده غير كمان الحاجات اللي انا بقول لكم عليها. ضاعوا مني في عمري بقى. انا كنت بجوز بنتي فيهم. جوزت بنتي وانا في الاربعينات، لان بنتي اتجوزت صغيره. راحوا مني. استغلي يعني. قربي لاولادك قوي. مش كل حاجه شرب واكل. افرحي بيهم، حسيهم، اقفي جنبهم، خليكي جنبهم. اوعي تفوتك الفرصه دي. بحب ولادي ولاد ولادي، بس ما حسيتش، ما حبيتهمش، مش ما حبيتهمش، ما اديتهمش العوض الكافي اللي انا ممكن كنت اديهولهم. لان كنت في حاجات تانية شغلاني. اللبس والخروجات والجيب دوت وعامل ده والاكل ده ومش عارفه ايه. اوعي. اوعي. اوعي تعملي حاجات تندمي عليها العمر كله. انا والله العظيم ثلاثة انا بندم. وعزة جلالة الله والمية الطاهرة دي، انا بندم عمري ان انا ما استغلتش وعملت اي مشروع من المشاريع دي. لو اي مشروع من المشاريع. طب اقول لكم على حاجه. انا شاريه مكنه اسمها السبعويه. السبعويه دي بتعمل تطريز وعراوي وسرفله واجور، وبتخيط وبتعمل الزجزاج. جيت اشتغلت بيها، عملت بيها كام ملايه وكلام من ده، وجيت خربت. مش قادره اقعد عليها تاني. بقى دلوقتي النضاره ممكن الضم الفتله وكده، لكن انا مش قادره اقعد عليها. وكل ما اصلحها مش عارفه تبوظ ليه، لان انا مش عارفه اشتغل عليها اصلا. مش عارفه اشغلها بمعنى الاصح. ورغم ان انا كنت بخيط خياطه على ايدي، ولا خياطه المكنه. صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انزلي حطي لي لايك يا اختي لو انت سامعاني لحد دلوقتي، وانا عارفه مفيش حد بيسمع لحد دلوقتي الفيديو. لا مؤاخذه. فانت استمتعي بصحتك. خلي بالك من صحتك قوي. اوعي تهدريها. اوعي تاكلي اي اكل كلام، اي اكل يعني، واي كلام. حاولي ان انت تبسطي نفسك. حاولي ان انت تسعدي روحك. حاولي ان انت ما تهدريش الزمن بيك اللي فايض. انت دلوقتي لسه في عز شبابك. اتمتعي بعمرك. كلي وشوفي صحتك. الصحة ما بتتعوضش. صدقيني صحتك لو اتهدرت ما بتتعوضش. مفيش قطع غيار ليكي.
مفيش قطع غيار. فخلي بالك من كل حته بقولها لك، من كل شكوى بقولها لك، ومن كل نصيحه بقولها لك. خدت بنصيحتي على عيني وراسي، ما خدتيش بنصيحتي انت حره. ربنا يجعله في ميزان حسناتي. انا بقول يا رب، وربنا ما بيسيبنيش ابدا، والحمد لله رب العالمين، واللي عايشاهم الحمد لله. بس انا بقول لكم على حاجات والله ما تهدروها. احلى حاجه الصحه، وان كان في ايدك اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها عليها دي، اي مشروع اعمليه واستغليه. انت لسه في عز شبابك، تقدري تشتغلي وتعملي وتطلعي وتروحي وتسوقي وتعملي كل حاجه. انا ما استغلتش الحاجات دي، عشان كده بتندم ندم عمري، بتندم ندم عمري. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ما تنسونيش بالله عليكم بدعوه حلوه لماما لي، وكل اللي يحط لي لايك ربنا يكبر بخاطره ان شاء الله. انا بحبكم في الله. اخطر حاجه ضياع السنين، تضيعي عمرك كده من غير ما تحسي بيه. عمرك راح فين؟ جه منين؟ وانت استغلتيه في ايه؟ لان ربنا كمان هيحاسبك على عمرك ده. ضيعتيه ازاي؟ وعملتي بيه ايه؟ وكنت بتعملي ايه؟ ما تندمونيش يا ولاد، ما تخلونيش اندم اكتر من كده. انا حزينه على العمر اللي راح مني، بس الحمد لله رب العالمين. على قد ما بقدر وعلى قد ما انا عايشه هعمل الحاجات اللي انا اقدر اعملها، لكن مش هقدر اعمل الحاجات البشريه اللي انا بقول لكم عليها دي، عشان دراعاتي ورجليا وكل ده. عايزه بنتي في عز شبابها، فانا بقول لكم لو واحده بتعمل حاجات زي كده استغلي فرصتك، استغلي. والفرص دلوقتي، انا بنتي راحت اشترت لبنتها شنطه قد كده اهو، قد كده، وحياه ربنا قد كده اهو، صغننه قد كده، قد كده، ب 130 جنيه خرز. قلت لها ده انا بعمله، انا بعمله والله العظيم ثلاثه، وشفتوا اعملها ب 130 جنيه. تخيلوا لو انا قعدت عملت دلوقتي، ده انا هعمل بتاع 10 شنط، شوفوا ما فيها مكسب قد ايه في اليوم. بس مش هقدر. فاستغلوا الفرصه دي، واوعوا تخلوه تندموا في يوم من الايام زي ما انا ندمت ندم عمري. بقول لو رجع بيا الزمن كنت عملت احسن من كده. في حفظ الله ورعايته، كل سنه وانتم طيبين.